عايز نظام غذائي لمده 21 يوم لشاب وانا عندي 25 سنه مثلا، بس عايزه يبقى جلوتين الرجي، عندي حساسيه من الجلوتين، او لو انا عايز بس اكونسيوم 25000 كالوري في اليوم بس، وعايزه يبقى فيه فايبر كتير قوي وفي نفس الوقت ايرون ريتش تو سبورت الهيلث. انا هصعبها عليه، هصعبها على الدكتور. طب ما تيجي ناخدها كوبي ونروح على تشات جي بي تي ونقول له بيست وانتر. ايه بقى الكلام ده؟ طب انا عايزك تتخيل معايا حاجه واحده واحده كده. هل انت متخيل ان انت كنت هتلاقي كميه المعلومات دي او حد هيديك المعلومات دي في اقل من 20 ثانيه او اقل من 30 ثانيه؟ انت عشان تعمل حاجه زي دي هتدور على دكتور، هتشوف انت هتروح لمين، هتثق في مين، هتحجز ميعاد، هتروح كمان اسبوع هيقول لك خلاص تعالى اعمل لي كشوفات 1 2 3 او طبعا ده اكيد ده صح، مش هقول ان هو غلط، بس في نفس الوقت 60-70% من اللي مكتوب هنا هو نفس الكلام اللي هيتقال، مع كامل احترامي طبعا لدكاتره كتير او ناس فاهمه كويس قوي في الانظمه الغذائيه حسب طبعا جسمك ايه. بس اللي انا عايز اقوله في الاخر، شات جي بي تي انت مش بتستخدمه عشان انت مش عارف تستغله ازاي او تستفيد بيه ازاي. انا عملت لك كتاب اي بوك منتج رقمي، والحاجه الحلوه ان هو ايه؟ ببلاش. ايوه ببلاش. يعني ايه الكتاب ده؟ كل اللي هتعمله انك انت هتحط الايميل بتاعك وهيتبعت لك PDF في خلال ربع ساعه نص ساعه فيها 99 برومبت على حاجات او مواضيع مختلفه كتير جدا. يعني لو جينا هنا كده وبصينا على الكونتنت، لو انت عايز اي حاجه ليها علاقه بالسوشيال، ريليشن شيب ادفايس، بالانس ريسبونسبيلتيز، كرييت ا ميل بلان، او في الرايتنج لو انت عايز تعمل حاجه في الرايتنج للبروفايل بتاع السوشيال ميديا بلاتفورم بتاعك، بيرفورمانس انهانسمنت، انتربرينور شيب، هحاول اقولها بقالي كتير قوي بس كويس ان انا جبتها من اول مره. بس المهم ان انت في الاخر مواضيع كتير جدا تفتح بيها افكارك بدل ما انت تقعد تستنى ان حد يقول لك معلومه. وغير كده انا مش بس كاتب لك ده، يعني مثلا ريليشن شيب ادفايس انا مديك برومبت يعني الحاجه او طريقه السؤال اللي انت ممكن تسالها للتشات جي بي تي، لكن الحاجه اللي انا مديها لك هي الفورمولا. يعني ايه؟ الطريقه اللي تسال بيها تشات جي بي تي وتغير في الحاجات اللي انا عامل عليها بين قوسين. يعني مثلا act as a relationship coach, what would you recommend if I asked you for advice for the following issue؟ يعني دي نصيحه، انا عايزك تتعامل اكنك انت خبير علاقات اجتماعيه، وفي الاخر هتقول له انت المشكله هنا وتاخد الباقي كله كوبي بيست، ومديك 5 أو 6 اكزامبلز بعديها، وده اللي انا عامله لك في كذا حاجه تانية. لو انت عايز تكريت اميل بلان زي ما انا وريتك دلوقتي حالا، لو انت عايز تكتب بروفايلز تحت كل سوشيال ميديا بلاتفورم عندك، لو انت عايز تخليه يكتب لك الايميل سبجكت بتاعك، لو انت عايز ان انت تشوف explore different arguments، يعني انت داخل مناقشه مع حد وعايز تكسب المناقشه دي قدام الناس اللي حواليك، اسال شات جي بي تي. انت ما بتستخدمهوش عشان انت مش متعود بس عليه او انت مش متعوده عليه. كل الفكره او كل هدفه ده انه يخليك عندك القدره ان هو يوسع مدارك عندك شويه، بحيث ان هو يساعدك في اي حاجه انت عايز تعملها. على الاقل 60-70% من المعلومه اللي انت بتدور عليها ممكن او جايز جدا تلاقيها في الكتاب ده. الكتاب ببلاش زي ما انا قلت لكم، تقدروا تخشوا دلوقتي على الويب سايت وتاخدوه وان شاء الله هيعجبكم. في 5 مواضيع، في 99 برومبت، وانت مش خسران حاجه. كتاب ببلاش، تقدر تاخد اي حاجه كوبي بيست وتنزل شات جي بي تي وتساله السؤال اللي انت عايزه. صباح الفل.